السلام عليكم ورحمة الله. طلاب أولى إعدادي في كل مكان، عاملين إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وسعادة. النهاردة هنتكلم في الدرس الرابع في المنهج، وهو بيتكلم عن الجذور التربيعية. درس سهل جدا ولذيذ جدا، مفيهوش أي حاجة، ويعني يعتبر مفيهوش فكرة. يعني هو درس لذيذ وسهل ومن أسهل الدروس اللي هتعدي عليكم، هو والدرس الجاي كمان. فبسم الله يلا نبدأ نعرف يعني ايه جذور تربيعية ونفصص المسائل واحدة واحدة. بسم الله. اول حاجة مديني 16. انا عشان اتكلم في جذر تربيعي لازم انا ابقى حافظ جدول الضرب طبعا كويس، ولو حافظ جدول الضرب كويس هديك رقم اقول لك انا عايز الجذر التربيعي ليه، تديني رقمين زي بعض اضربهم في بعض يديني العدد. يعني ايه ال 16 دي عبارة عن كام في كام؟ هتقولي 2 في 8، هقولك في الجذور التربيعية مش هتنفعني. فايه اللي هيحصل؟ اجيب عددين زي بعض اضربهم في بعض يدوني 16. ال 16 عددين زي بعض يعني ايه؟ 4 في 4 ضربتهم في بعض يدوني 16، وهو ده قصدي بعددين نفسه، يعني نفس العدد اضربه في نفسه يديني الناتج. يعني ال 16 عبارة عن كام في كام؟ عبارة عن 4 في 4. علامة الجذر التربيعي اللي هي عاملة بالمنظر ده كده. فلو جبت بقى ال 16 وقلت لك عايز الجذر التربيعي ليه، هتقول لي كام؟ ما انا عارف ان ال 16 4 في 4، اخد واحدة منها وهي دي الاجابة. مش ال 16 عبارة 4 في 4، اخد واحدة منها، هو ده كده الجذر التربيعي ل 16 بمنتهى البساطة. طيب الجذر التربيعي ل 36، انا عارف على جنب كده ان ال 36 عبارة عن كام في كام؟ عدد اضربه في نفسه يديني 36. 6 في كام؟ في 6. انا عايز الجذر التربيعي، خد واحدة ودي اجابتك، يبقى الاجابة 6. طب افرض لقيت سالب بره، هيفرق معايا؟ لا، انا لقيت سالب جذر، اول حاجة نزل السالب عشان ما تنساهوش. تاني حاجة فكر الاجابة، ده بسط على مقام، يعني في شرط الكسر، اجابة فوق واجابة تحت. 16 عبارة عن كام في كام؟ عبارة عن 4 في 4. حلو، مش انا عايز جذر تربيعي 16، خد واحدة. 16 كانت فوق، اكتب ال4 فوق. تحت كان 25، هي ال 25 عبارة عن كام في كام؟ عبارة عن 5 في 5، خد واحدة دي اجابتك، يبقى سالب 4 على ال5. طيب جالي موجب او سالب جذر تربيعي، والله في اشارات بره، نزلها وارجع فكر عشان ما تنساهاش. اديها نزلت 25 من 100، يعني ايه؟ طب ما انا عارف ان 25 من 100 هي 25 على 100. كده بقت بسيطة. ليه؟ لان 25 فوق عبارة عن 5 في 5، وال100 تحته عبارة عن 10 في 10. طب انا عايز جذر 25، يبقى فوق 5، جذر 100 هاخد واحدة تبقى 10. طب ما هي 5 على 10 هي برضو ال5 من 10، فبيساوي برضو موجب او سالب 5 من ايه؟ من 10، وهي دي الاجابة. طيب بيقول لي ايه كمان؟ بيقول لي الجذران التربيعيان للعدد 49. يعني ايه يا مستر؟ احنا دايما بنطلع عدد واحد، تقول لي جذرين ازاي يعني؟ ما انا حابب اقول حاجة، الجذر التربيعي دايما بيطلع قيمة مرة موجبة وقيمة مرة سالبة. لو عايز قيمة واحدة خير وبركة، عايز القيمتين اديله القيمتين. يعني ايه؟ مش ال 49 اصلا عبارة عن 7 في 7؟ قلت لك خد واحدة ودي الاجابة. طب ما كده 7 بالموجب، الجذر التربيعي بيطلع قيمة موجبة او سالبة، فتبقى 7 ومعاها سالب 7. طيب افرض حدد لي حاجة واحدة زي السؤال اللي جاي، بيقول لي الجذر التربيعي الايه؟ الموجب يعني انا هكتب له اجابة واحدة بس، مش هكتب له السالب، للعدد 9 على 64. ما هي التسعة عبارة عن 3 في 3، فهاخد واحدة تبقى دي الاجابة. 64 عبارة عن 8 في 8، هاخد واحدة دي الاجابة. انت قلت لي موجب، ادي الموجب اهو، خلاص كده انا خلصت. تحت يا محمد معانا الجذر التربيعي السالب للعدد 36. 36 دي باين يا عم محمد في الكاميرا؟ كله تمام؟ طيب عشان لو فتحت الفيديو وبصيت عليه بعد المجهود ده كله هتتعلق، انت حر. طيب الجذر التربيعي السالب للعدد 36. طبعا اللي ما يعرفش مين محمد ده المخرج الجندي المجهول بتاع القناة، انا ذات نفسي مش عارفه، اهو واقف يصور ورا الكاميرا وخلاص.
ماشي. حي الجمهور يا عم محمد من ورا الكاميرا، هم كده مش شايفينك. نكمل. الجذر التربيعي السالب للعدد 36. انت قلت لي ايه؟ قلت لي سالب، يعني انا مش عايز الموجب، انا عايز السالب بس. طب هي 36 عباره عن 6 في 6، يبقى الجذر التربيعي ل 36 هو 6. هاخد واحده. انت قلت لي سالب، ما انا ينفع موجب وينفع سالب، بس انت قلت لي سالب، خلاص هاخد القيمه السالبه بتاعته. طيب نعكس العمليه. جذر التربيعي الكام بيساوي 4. انا هنا عكست، فانت اعكس. يعني ايه؟ عايز طريقه سهله، عايز الجذر التربيعي الكام يديني 4، اضرب ال4 في نفسها. هي 4 في 4 بكام؟ ب16، اكتبها جوه بمنتهى البساطه. الجذر التربيعي الموجب للعدد نقط هو نص، يعني الجذر التربيعي الكام برضه هو نص، نفس القصه اللي فوق. الجذر التربيعي الكام هو نص، يعني اعمل كده، اضرب النص في نفسها. ما هي نص في نص بكام؟ بسط في بسط ومقام في مقام، 1 في 1 ب1، 2 في 2 ب4. الإجابة ربع، هي دي إجابتك. هو كان عايز الموجب. الجذر التربيعي السالب للعدد نقط هو سالب 2 على 3. أنا عايز الجذر التربيعي الكام؟ هنضربهم في بعض. ما هو سالب 2 على 3 كده، اضربها في نفسها. 2 في 2 ب4، 3 في 3 بكام؟ ب9. نكتب ال4 على 9. هي بالموجب عشان لو ضربناها في بعض سالب في سالب بموجب اصلا. تمام كده؟ تمام كده. لان في حاجة ما ينفعش اصلا اكتب الجذر التربيعي جوه عدد سالب. ممكن بره اقول لك ماشي، لكن جوه لا. فتأكد 100%. قال لك جذر تربيعي موجب او سالب لكام، دايما الاجابة موجبة. الجذر التربيعي جواه ما ينفعش سالب خالص. بره عادي، لكن جوه مش هينفع خالص. طيب الجذر التربيعي لصفر. الجذر التربيعي لصفر وانا مغمض عيني دايما هو صفر زي ما هو. تاني حاجة بيقول لي اوجد في ابسط صورة موجب او سالب جذر 2 جنبها 7 على 9. اول حاجة لازم نرفع الكسر. ازاي؟ موجب وسالب تنزل عشان ما تلخبطش. ارفع الكسر كده. برفع الكسر ازاي؟ بشد شرط الكسر، بثبت المقام، 9 تنزل زي ما هي، واعمل مقص. اضرب 2 في 9 واللي يطلع اجمع عليه 7. ف2 في 9 بكام؟ ب18. 18 زائد 7، 18 زائد 7 تبقى الإجابة 25. يبقى بيساوي، تحول لي زي هناك عادي، موجب أو سالب تنزل، جذر 25. 25 5 في 5، فالإجابة 5. 9 تحت 3 في 3، خد واحدة واحدة تبقى 3. طيب جات لي بالمنظر ده برضو مش هتفرق معايا في حاجة، لان انا بظبطها الاول. انزل الجذر زي ما هو. القوس اس 2، يعني اس 2 متوزعة مرة فوق ومتوزعة مرة تحت، فسالب 2 اس 2. سالب 2 اس 2 يعني سالب 2 في سالب 2، ما هي سالب في سالب بموجب تبقى 4. 7 اس 2 يعني 7 في 7 ب49. حلو. يبقى بيساوي 4 جذرها كام؟ 4 عبارة عن 2 في 2، 49. 7 في 7 فتنزل 7. فزي كأن أصلا الجذر التربيعي كأنه شال أصلا التربيع، والسالب أصلا ضاع مع التربيع. مش فاهمها، هعملها بالبطيء زي ما احنا. طيب الجذر 16 زائد 9، ما هو نخلص اللي جوه. 16 زائد 9 كام؟ 25. الجذر التربيعي بتاعها هيكون 5. 4 في 25 ب100، يبقى جذر 100 10، لأن 100 عبارة عن 10 في 10. آخر حاجة تحت 9 إكس أس 4 على 100 واي أس 20. جديدة دي شوية، ولا جديدة ولا حاجة، زي ما احنا شرطة الكسر. دي شرطة الكسر عجيبة. دي شرطة الكسر اهي باينة يا عم محمد. طيب 9 جذرها كام؟ 3. الاكس اس 4 جذرها كام؟ ايه ده ازاي يا مستر؟ خد معلومه بقى جديده. الجذر بيضيع نص الاس، يعني لقيت جذر تربيعي على اس خد نصه، يعني اكس اس 4. هي نص ال4 كام؟ 2، فتبقى اكس اس 2. زيها هنعمل في المقام تحت. جذر ال100 كام؟ هو 10 في 10، يبقى الجذر 10. واي اس كام؟ هي واي اس 20. جذرها كام؟ خد النص، 20 نصها 10، فتبقى واي اس 10. مديني شوية معادلات وبيقول لي ايه؟ اوجد قيمة اكس. طيب بدل انا عايز قيمة اكس
دي معادلة هودي دي الناحية التانية بعكس الإشارة، تبقى جذر اكس كده بيساوي الأربعة زي ما هي، موجب 2 تروح الناحية التانية بعكس الإشارة تبقى سالب 2، فجذر اكس هيكون 4 ناقص 2 2. ايه العدد اللي الجذر التربيعي ليه 2؟ قلتلك اضرب ده في نفسه، فاكس كده هيساوي 2 في 2 بكام؟ ب4 بالمنظر ده. طيب 18 اكس تربيع ناقص 4 بيساوي 64. يلا نجيب قيمة اكس، تبقى هي المفروض هنا عفوا مش 64، هنا 46. تمام، نعدلها الأول. يبقى 18 اكس تربيع بيساوي 46 زي ما هي، ناقص 4 تروح الناحية التانية بعكس الإشارة بموجب 4، تبقى 18 اكس تربيع 46 زائد 4 كام؟ 50. نقسم على 18 يمين وشمال بالمنظر ده، يعني نعملها على الآلة. عايزين نقسم على 18 عشان نطيرها، يبقى كده اكس تربيع بيساوي 50 على 18 بيساوي 25 على ايه؟ على 9. حلو قوي. طيب انا عندي اكس تربيع، انا عايز اجيب قيمة اكس. انا عندي تربيع، عشان اطير اس 2 لازم انا احط لها جذر تربيعي زي فوق هنا. انا بقول لكم اضربوها في نفسها، بس برضه عشان نبقى عارفين المعلومه، عايز اخلص من الجذر التربيعي حط اس 2 يمين وشمال، و2 اس 2 يعني 2 في 2 ب4 زي ما خدناها في قبل كده بالمنظر ده. هنا برضه عشان اخلص اعكسنا بقى، عشان اخلص من التربيع احط جذر، اعكس، عايز تخلص من ده حط ده، عايز تخلص من ده حط ده. طيب فأس 2 يطير مع الجذر يتبقى اكس بيساوي، في المعادلات لازما دايما اقول موجب او سالب، لكن لو اكس جوه موجب بس، لكن لو طلعت برقم بره الاجابه دايما موجب او سالب. اللهم بلغت. فتبقى ال 25 جذرها كام؟ ما هي 25 عباره عن 5 في 5 خد واحده تبقى 5، التسعة عباره عن 3 في 3 خد واحده تبقى 3، تبقى اكس بيساوي موجب او سالب 5 على 3. السؤال الثالث عندنا الشكل ده، قلنا عشان مضايقني التربيع اخلص منه احط له جذر تربيعي هنا، وبدل ما حطيت هنا لازم انا احط هنا. تمام، التربيع طاير الجذر اتبقى اكس ناقص 3 بيساوي، هي الجذر ال 16 كام؟ اتفقنا دايما الاجابة موجب او سالب بره، ف16 الجذر بتاعها 4 عشان عبارة عن 4 في 4، وادي الموجب او سالب. المعادلة كده هتتقسم 2 لان عندي اجابتين، اجابة موجبة واجابة سالبة، تبقى اكس ناقص 2 او ناقص 3 بيساوي مرة الاربعة الموجبة، واكس ناقص 3 هيساوي مرة الاربعة السالبة تبقى سالب 4. بقى عندي معادلتين اقدر اجيب قيمة اكس عادي، تبقى اكس هنا بيساوي 4 دي بعكس الإشارة تبقى موجب 3، يعني اكس هنا بيساوي 7 ودي أول إجابة. الإجابة التانية اكس بيساوي سالب 4 ودي على الناحية التانية بعكس الإشارة زائد 3، فاكس بيساوي سالب 4 زائد 3 هيساوي سالب 1، ودي الإجابة التانية. ويلا نختم الفيديو بسؤال جميل عن المكعب. بيقول لي مكعب مساحته الكلية، المساحة الكلية هي السطحية عشان تبقى عارف الاتنين، بيساوي 150 سم تربيع، هي مساحته 150 سنتيمتر مربع. هو عايز حجمه، هو قانون مساحة المكعب ايه؟ والله قانون مساحة المكعب بيساوي 6 اس تربيع. مين اس دي؟ اس ده طول الحرف. طيب انا عشان اجيب الحجم عبارة عن اس اس 3. من الاخر لازم اجيب طول الحرف الاول، هجيبه من المساحة. هي المساحة انت قلت لي بكام؟ ب 150 بيساوي 6 اس تربيع. حلو قوي، نقسم على 6 يمين وشمال تبقى كده اس تربيع بيساوي 25. الاس تطلع بكام؟
ب5 محدش، عشان هناخد الجذر طبعا التربيعي هنا وهنا، ومحدش يقول لي هنا سالب ليه، احنا كده هنهزر بقى. هقول لك اول حاجه احنا مش في معادله اصلا. تاني حاجه هو انت عمرك الاس ده طول الحرف، طول الحرف ده يا عم طول اي حاجه، انت عمرك شفت طول بالسالب ليه؟ هتنزل تحت ولا انت بتطلع لفوق؟ فدايما الطول موجب، فاس بيساوي ايه؟ 5. طب انا عايز الحجم، الحجم عباره عن حجم المكعب عبارة عن اس تكعيب. هي الاس بكام اللي هي طول الحرف؟ ب5 بيساوي 5 أس 3 بيساوي 125 سنتيمتر. وبكده نكون خلصنا درس الجذور التربيعية. زي ما قلت لكم اول الحصة هو درس لذيذ جدا ما فيهوش اي حاجة صعبة، هي دي افكار الشرح بتاعته. ممكن تلاقي تكة او 2 وانت بتحل وده طبيعي، بس ما اعتقدش انه هيخرج بره الكلام ده يعني. اشوفكم الفيديوهات الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.